السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسلامة وسعادة. النهاردة هنعمل وجبة غدا، تمشي غدا او عشاء زي ما انتوا حابين، سهلة جدا وسريعة، في اقل من 10 دقايق هكون محضراها ان شاء الله. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا زي ما احنا متعودين هنسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ مع بعض. على طول كده هتخشي على النار، معاك صينية هتنزلي فيها 3-4 معالق زيت، وكمان معاكي بصلاية وسط هنقطعيها مكعبات صغيرة في قلب الزيت، هنقلبها تقلبتين كده تتلوح معانا، هتاخد اللون بتاعها او تدبل كده، يا دوبك لسه بادئه بقى ان هي تحمر كده هنقوم منزلين عليها بقية المكونات. تابعيني معايا في الفيديو هتعرفي احنا هنحضر ايه النهارده. هنا انا نزلت بالبصلة بتاعت المكعبات، قلبتها تقلبتين كده يدوبك، خلاص هسيبها بقى تاخد اللون اللي انا عايزاه وهقول لكم نعمل ايه. هنا معانا بقى نص معلقه توم زي ما انتم شايفين كده وهي في الفيديو. البصلايه بتاعتي دبلت وبدأ خلاص تحمر معايا، نزلت بنص معلقه توم مهروس، يعني فصين كبار. معانا هنا قرن فلفل احمر على قرن فلفل اخضر بارد مقطعه مكعبات، ومعاهم قرن فلفل حامي برضو قطعته مكعبات، وهشوحهم مع البصل والثوم بتاعي، هشوحهم دوبك بس همزج المكونات كده والطعم ياخد من بعضه. ومعانا هنا بقى ايه، بطاطساية مبشورة، بطاطساية دي وسط ما هياش كبيرة مبشورة، وهلوحها برضو مع بقية المكونات. ومعاكي بقى ايه 4 معالق صلصة مليانين كده كبار، ده صلصة متسبكة، هنزل عليهم بيهم وهقلبهم كده تقلبتين. واما اجي انزل ببقية المكونات هضيف لهم ربع كوباية مية. هنا معانا 3 بيضات، هحط له رشة ملح عليها بهارات، والصلصة بتاعتي فيها الملح، يعني انت تظبطي الملح بتاع الاكل بتاعك. هنا هربهم كويس البيض وعليهم ربع معلقة بيكنج باودر عشان الوصفة بتاعتي تبقى هشة كده وخفيفة، ما تبقاش تقيلة او مكتومة. ولو وصلت معايا هنا للفيديو ما تنسيش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. ولو انتي اول مرة تشوفيني، انا اميرة طابر ودي قناتي اميرة في مطبخ. هنا انا ربيت الربع معلقة بيكنج باودر مع ال3 بيضات دول 3، ونزلت عليهم بالمكونات وهقلبهم كويس اوي حلو كده زي ما انتوا شايفين على نار هادية بقى خالص، اكن الرز بتاعك بيتسوى على نار هادية. هسويها بس كده بظهر المعلقة علشان ما يبقاش في حتة عالية او حتة واطية، تبقى كلها سوية واحد وتستوى مع بعضها، وهنغطي عليها لحد ما تستوى ونرجع لكم تاني. هنا بقى بعد ما الصينية بتاعتي استوت زي ما انتوا شايفين، لسه حاساها بيضة كده من فوق، هدخلها الفرن تاخد لون وهرجع له. هنا بعد ما الصينية دخلت الفرن شايفين واخدة لون جميل جدا، صينية خفيفة مش بتاخد منك وقت ولا مجهود، في ثواني وانت واقفة في المطبخ هتحضريها. طعمها بجد كان تحفة، ان شاء الله تجربيها وتقولي لي رأيك فيها. انا قدمتها مع الرز ابيض عادي قدح عليه. هنا هي مستوية، كنت بشوف بشر البطاطس مستوي جدا، وفي اقل من 10 دقايق ان شاء الله هتعمليها لو انتي مستعجلة وراكي مشوار هتحضري. هنا بقى شايفين كل حاجة مستوية وطعمها كان جميل جدا. رب يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.